ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. كنت حابة النهاردة اتكلم معاكم عن حوار سمعته لدكتور نفسي بيتكلم عن ان نسبة كبيرة قوي من الناس اللي بتعاني من عدم ثقة في النفس او دايما حاسة ان هي مش كفاية، هي سببها المقارنات. ان هو دايما شخص عمال يقارن نفسه باللي حواليه، يقارن نفسه باللي حقق نجاح كبير قوي في شغله ويقعد يقول لنفسه انا اكيد مش هعرف احقق زي ما الشخص ده حقق. او اللي تلاقيه بتقارن نفسها بان هي لقت واحده صاحبتها اتجوزت وخلفت في سن صغير قوي وتقول ايه ده، هو انا ليه ما اتجوزتش وخلفت في السن الصغير ده، وتحس ان هي فيها مشكله. وكل واحد عمال يقارن نفسه باللي حواليه ويحس ان لا ده انا ما حققتش ربع اللي الشخص ده حققه. بس هو مين قال ان الشخص اللي انت شايف ان هو حقق ده هو ممرش بمراحل كتيرة قوي صعبة، ممرش بمراحل كتيرة قوي ممكن انت اصلا ما تقدرش ان انت تمر بيها، او انت اصلا ما اخدتش شرف المحاولة ان انت تدخل في الحاجات دي عشان انت خايف من ان انت تفشل. هو اخد شرف المحاولة وتعب وقام ووقع كتير جدا ووصل في الاخر للنجاح اللي هو يستاهله. مش معنى ان شخص قدامي حقق نجاح معين سواء في شغله او في حياته العملية، او واحدة حققت ان هي اتجوزت او خلفت في سن صغير، ان لازم يكون نفس اللي هو حققه ده انا عايز ان انا اوصل له. الناس للأسف من كتر ما بيبقى فيه زي ترند أو زي هوجة كده على موضوع معين أو على نجاح معين، بتلاقي كل واحد بيجري على الحاجة دي من غير ما يسأل نفسه هو محتاجها فعلا دلوقتي ولا لأ، هو أصلا عايز يعمل الحاجة دي فعلا ولا لأ، عايز يوصل للنجاح بالشكل ده ولا لأ. أكيد كلنا عايزين نوصل للنجاح، بس احنا لما بنلاقي ان في اجماع على اهداف كتير بنحس ان دي اهدافنا احنا كمان، وده ما بيكونش صح. وللاسف لما احنا مش بنحققها بنلاقي نفسنا ان احنا محبطين وحاسين ان احنا مش كفايه، وبنتجنب ان احنا نبقى قاعدين في ناس نتكلم على نفسنا عشان احنا عارفين ان لو اتكلمنا هيشوفوا ان احنا محققناش حاجه، بالرغم ان احنا لو بصينا في حياتنا هنلاقي ان احنا حققنا حاجات كتير قوي. بس مش لازم اللي انا معتبراه نجاح يكون بالنسبه لك انت معتبره نجاح، مش لازم اللي انا عايزه اوصل له يكون لازم انت كمان عايز توصل له. وعايزه افهمك حاجه مهمه جدا، ان اللي انت شايفه وصل لنجاح معين او حقق حاجه معينه ده عدى مرحله صعبه جدا، عدى بحاجات كبيرة قوي يمكن انت اصلا لو مريت بيها ما تقدرش ان انت تستحملها. هو فعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربنا خلاه يمر بالمراحل دي كلها بصعوبتها علشان هو عارف ان هو يقدر يستحمل حاجة زي كده ويوصل للنتيجة دي في الاخر. يمكن انت في حاجات ما تقدرش ان انت تستحملها او تمر بيها، عشان كده ربنا سايبك في المكان اللي انت فيه ده دلوقتي، وربنا بيكتب لنا كلنا الحاجة اللي تناسبنا والحاجة اللي مكتوب لنا خير فيها. فبلاش تظلم نفسك وتقعد تقارن في اللي حواليك، ده حقق ايه وده راح فين وده عمل ايه ودي عملت ايه، لان كل ده بيبقى ظلم لنفسك ومش هيقدم ولا هيأخر في حياتك في اي حاجة. بالعكس ده يمكن كمان فعلا يأخرك اكتر ويحسسك ان انت كل مادة مش مبسوط ومش مرتاح في حياتك. كلمة أخيرة عايزة أقولها، لو ركزت مع نفسك أنت وبس هتلاقي إن أنت تقدر تعمل حاجات كتيرة قوي، أنت بس اللي لسه ما أخدتش الخطوة ليها. وبلاش نقع في فخ المقارنات عشان هو أسوأ حاجة ممكن نقدمها لنفسنا. أشوفكم يوم تاني إن شاء الله.